بمنتهى الصراحه عشان اقول كله على بعضه، انتي مذيعه ودرستي وطبعا ممثله وفنانه عظيمه، ودرستي فوكاليز وقررتي ان انتي هتغني وتبقي مغنيه، وقررتي او صرحتي ان انتي هتشتغلي في مجال الفاشن ديزاين، وعايزه تشتغلي في الموديلنج، واوريدي خدتي اول تجربه ليكي في الموديلنج في رمضان. دي مواهب ولا احلام طفوله، ولا انت فعلا هتقلبي ده لكارير مهني صريح؟ لا، هقلبه الكارير مهني صريح. وهقول لك ليه كل حاجه. يعني انا خدت من التمثيل الحمد لله حلو قوي، زي ما قلت لك في الاول النجاح ليه طعم حلو. طبعا. فلما جيت اعمل الفوكاليز واقول ان انا غني، ده حسيت انها تكريم لجدي. انا الوحيده في العيله كلها اللي ليها نشاط فني. فحاسه ان عشانه لازم اعمل اغنيه. ايوه. ما وصلتش لحاجه لسه، بس كان عظيم بس طبعا. موجوده. ايوه موجوده على الخريطه. أيوة. يعني رايت. نيجي بقى للموديلنج اللي هو بدايه خطوه الفاشن ديزاين. طبعا فاشن ديزاين ده لازم تفرغ كامل. اوكي. فما عنديش الرفاهيه الوقت اللي اقدر احضر. فقلت طب اجرب موديلنج. اجرب موديلنج ليه؟ مفيش عارضات ازياء في سني خالص. انا بصي، انا شايفه انها فكره ذكيه جدا جدا جدا. اشكرك. لان فعلا بره مصر لا، ده سيجمنت الناس طبعاً. في السن ده بتعرض وازياء وليهم الفاشن واللاين. ففكره ان موضوع الموديلنج ده بصراحه فكره. وليه ما اديش موتيف للستات انها تبقى شكلها كده؟ صح. ليه؟ صح، تاخد بالها من نفسها. تاخد بالها من نفسها وتدلع نفسها. مش ضروري بالشد والمط والمش عارفه ايه، بالعكس. وازاي تلبس الحاجه اللي تليق عليها. يعني فكره الستايلينج ده مهم جدا جدا جدا. انت دايما بتقولي، انا سمعتك بتقولي ان الست لازم تفضل دايما واخده بالها من نفسها، وممكن تلبس اي فاشن حتى لو طالع موضه للصغيرين. بالظبط كده. لو شكلها وجسمها يسمح. يناسب طبعا. يعني فكره اللبس المناسب ده مهمه جدا. لان انت بتلاقي حتى الصغيرين دلوقتي بيلبسوا بطريقه ايوه مش واسعه قوي وكلهم زي بعض. ايوه. يعني ما تقدريش تقولي دي مين وكلهم شعرهم زي بعض. البروتوتايب ده مش حلو. فين الشخصيه المتفرده؟ انا معاكي جدا. احنا